تعرف إن الSSD مش بيفرق في الألعاب؟ آه والله زي ما باقول لك كده. واه! أُمّال إحنا بنركّبه ليه وبنشتريه ليه؟ وجود الSSD في جهازك كفيل يشقلب الأداء 180 درجة للأحسن، من ناحية سرعة الجهاز في الفتح والأداء في البرامج، وركّز على حتّة البرامج دي، البرامج بتشتغل أحسن وأسرع في وجود الSSD. طب ليه الألعاب مش بتنطبق عليها نفس الفكرة؟ لإن الألعاب مش موجودة على الSSD أصلًا، خلاص يبقى ننقل اللعبة التقيلة اللي بتهنِّج على الSSD عشان تشتغل بفريمات أعلى ونقضي على التهنيج. لا يا عبقري، أنت لازم تعرف الأول إيه اللي مسبب دروبات وتهنيج، هل الهارد هو السبب والّا إمكانيات الجهاز أصلًا ضعيفة على اللعبة؟ لحد وقت تصوير الريل ده أو الفيديو ده الألعاب اللي فعلًا بتستفاد وبتحتاج سرعة الSSD بتتعدى على الصوابع زي Cyberpunk، Starfield، Call of Duty، Warzone وغيرهم كام واحدة كده. طب دول ما يشتغلوش على الهارد العادي؟ لأ هيشتغلوا عادي، بس من حين لآخر هتحصل دروبات وتقطيع سواء في أداء اللعبة عمومًا أو حتى صوت اللعبة أحيانًا بيقطّع وبيختفي، وده بسبب إن الألعاب دي الداتا بتاعتها ضخمة تحتاج سرعة قراءة عالية، والهارد العادي في أفضل حالاته ممكن توصل سرعة قرايته ل150 ميجا بايت في الثانية، إنما الSSD معروف بيوصل ل500 ميجا بايت في الثانية وممكن أزيد. يبقى نفهم من كده إن لو إمكانيات الجهاز ضعيفة وأنت ركبت SSD ونقلت عليه اللعبة، التجربة مش هتتحسن. الSSD بيفرق بس في حالة إن اللعبة الداتا بتاعتها كبيرة وتقيلة زي ما وضحت، إنما لو اللعبة تقيلة والجهاز ضعيف الSSD مش هيحل حاجة، وكل اللي هتبقى عملته إنك خفيت الحمل من على الهارد العادي، بدل ما هو كان شغال عليه الويندوز واللعبة في نفس الوقت، لأ هو دلوقتي هيبقى شغال عليه اللعبة بس، فهتحس بتحسن طفيف في الأداء، وده بدوره هيخلي اللعبة شغالة بأريحية أكتر. بس ما تنساش إن إمكانيات الجهاز هي اللي مترتب عليها أداء الألعاب بشكل أساسي، وتحديدًا كارت الشاشة. ولو كان عندك لعبة تقيلة اكتب لنا اسمها في الكومنتات وقُل لنا عملت إيه عشان تحسّن أدائها، وما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو وتfollow كمبيوتر أنجي.